السلام عليكم متابعيني الكرام، رجعت لكم فيديو جديد هو عمل كليتشة العيد عساكم من عوادة. هنا عندي كيلوين طحين عادي متعدد الاستعمالات. هنا عندي كمية زينة من الهيل لأن الكليتشة كلش تحب الهيل. هنا عندي سمسم، جوز هند، تمر حطيت له خاشوقة دهن حر، وعندي هنا خاشوقة مال الشكر اخليها ويا الطحين، وخاشوقة كوب ملح هم اخليه ويا الطحين. هنا عندي دهن جنة، يعني هو شلون يعني طعمه شوية مثل الدهن الحر، اللي عنده دهن حر بعد احسن. راح اخلي قياس الكيلو من الطحين، كل كيلو قلاص ابو 250 ملغ، وقلاص ونص كل كيلو. راح اقيسه الدهن واشوفكم. هنا عندي الجوز، انا ما اطحنه بالطاحونه لانه ينمرض، انا هاي طريقتي بالشيبه هيك اكسره تكسر. عندي هذا التمر فلسته من النول وخليت له خاشوقه ما الدهن الحر يصير طعمه طيب، وهسه حخلي له هيل من اطحن الهيل. هنا عندي الهيل هسه حطحنه على مود مباشره على الطحين لانه على مود يبقى محافظ على ريحته. كميه من الهيل للتمر يصير طعمه كلش طيب بالهيل. عندي السمسم اخلي له هيل، هنا عندي الجوز هم اخلي له هيل، والمبروش هم اخلي له هيل. طحين اخلي خاشوقه مليانه شكر، وهاي خاشوقه مال كوب مليانه ملح. هنا عندي خاشوقه مال للخمره، خليت خاشوقه مال الشكر وخاشوقه مال الاكل مليانه خمره. شوفوا الخمره شلون بدت تتفاعل. هيل اكثر هيل على كل كيلو اخلي خاشوقه مليانه هيل، حتى اذا واحد يكثر بعد احسن يعني، لانه كلش طيب الهيل. يعني كلش اكثر هيل يعني لانه هو طعم الكليتشة بالهيل. حتى اذا بقت مده طويله بالمجمد او هاي ما دام بيها هيل هواي يبقى طعمها يخبل وطيب. هذا القلاص 250 ملغ، الكيلو وين ياخذ 3 قلاصات من الدهن. اقيسه 3 قلاصات، هذا 1 هذا 2 هذا 3. خليه ندني شويه. راح الابس الطحين شويه بالدهن، شويه تلابس بيه تتغلف الطحينايه بالدهن شويه، يعني ما الح عليه وهاي، لان هي الطريقه مال قبل يعني يقولون عادي اذا واحد يلابسه او ما يلابسه نفس الشيء. راح نبتدي بالسوائل. هنا عندي كاسه مليانه لبن خاثر حلو مو حامض. وهنا عندي هذا الخمره قلت لكم خاشوقه مال الاكل، شكر خاشوقه مال الاكل، خمره. واشوف السوائل اذا يحتاج احط مي، اذا ما يحتاج ما احط. وياي انا اعجن اباوع اشوف السوائل هوايه قليله هيك شويه ما ندب هوايه. واظل الابس بيه العجين وما اشوفه. انا ما اريدها عجينه لينه، انا اسويها عجينه شوي قويه. تقريبا ربع ساعه. شوفوا صارت لا قويه ولا لينه، انا هيك اريدها لا قويه ولا لينه، تصير هشه وطيبه. راح اتركها اغطيها بلايلون، اتركها بس ترتاح شويه لانه هي الخمره كانت متفاعله، بس شويه ترتاح واقعد اشتغل بيها. اطحن الشكر على مود الجوز والمبروش والسمسم حتى الرغبه مالتكم انتم ايش قد تردوا حلو، تردوا شويه بفهاوه بكيفكم بعدتوا. عصير برتقال على المواد حتى يتجانس الشكر
هذين المواد هالشكل تخبطون، ينخلط خلطة زينة حتى يتماسك الشكر ويا المواد السمسم والجوز والمبروش. اللي يحب مي ورد يخلي مي ورد، واللي ما يحب المي ورد يخلي عصير برتقال، هم كلش طعمه طيب. هنا عندي بيضة خلي لها فانيليا سائلة على مود الزفر. العجينة راح اسوي اول شي قصة البقلاوة. قصة البقلاوة رققت العجينة بهالشكل، وزعت التمر، وبعدين اسويها هاي 2، يعني حقصها عجينة. وهنا سديت العجينة هالشكل مال قصة البقلاوة حتى لا تنفتح بالشوي. اعدلها شوي بالشيوك، شوي راح اعدلها بالشيوك حتى تطلع شوية شكلها حلو نازك. وهنا نقطعها بالاشكال اللي تعجبكم، بالسكينة او بالقطاعة بكيفكم، بعد براحتكم. هسه هاي الصينية سويتها ملفة الوردة، هعلمكم شلون تسووها. عجينة حشيتها بالتمر، اجي اقطعها هالشكل، النتيجة مالت قصة الوردة ايش قد حلوة. اشكال يعني انتم تسووا بكيفكم بعد، بس كلش حلوة قصة الوردة. بسم الله ما شاء الله. هاي بعد ما طلعنا اول صينية، شوفوا الجمال، شوفوا شلون جمال، شلون ريحة خبول، هشاشة، شوفوا شلون هشاشة معموع تخبل تجنن والله. وهاي نتيجتها النهائية، اتمنى تجربوها وتشوفون الجمال وتشوفون الهشاشة والطعم اللي يخبل. شوفوا دايبة ذوب، تجربوها بالعيد تبيض وجهكم قدام الخطار، والله غير روعة، صارت أكثر من روعة شكلا وهشاشة وطعم يخبل. تجربوها اكتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بيها، ولا تنسوني من دعمكم إلي بلايك وبالاشتراك بالقناة.